ما شاء الله جميلة جدًا، جدًا، جدًا. بقى تتعاملي بالعيش، تعملي رز بألف هنا وشفا للي ياكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي اللي متابعيني عاملين إيه؟ طبعًا إحنا هنا النهارده معانا أحلى قرنبيط في الدنيا. القرنبيط عندنا هنا لقيت القرنبيطة ب5 جنيه تحفة، تحفة الصراحة يعني حاجة جميلة يعني. زي ما تقولوا بقى الزيت غالي مرخصين لنا القرنبيط. طبعًا إحنا أنا عاملاها على القناة معاكم بالمقلي بالبيت، ومخلية طبعًا كده إيه، ده طبعًا والله أكتر بقى له أسبوعين حاطاه عندي على الشبكة في التلاجة. ما شاء الله بصوا عامل ازاي، قلت بقى اسلقه واعمل صينيه بالعصاق كده هو باللحمه المفرومه بيبقى تحفه قوي. هعملها معاكم واوريها لكم. طبعا قلت كده افتح عليه الميه كده، لازم تشطفيه الاول قبل ما تسلقوه. وحاطه الميه جنب على النار هتغلي، اديله كده يعني اسقطه لمده 5 دقايق واطلع على طول. بصوا وردات وردات جميله جدا ما شاء الله عليه. ماشي، هعمل لكم احلى صينيه قرنبيط النهارده حبايبي. طبعا القرنبيط بتاعنا اللي احنا سلقناه مع بعض ده عملت كميه زي ما انتم شايفين، حطهم في علبه عندي في رف التلاجة أو تعينيه في الفريزر عادي، بيقعد بالسنة للسنة ما بيجرالوش حاجة. ده القرنبيط اللي احنا هنستخدمه النهاردة. دلوقتي اهوت عملت وردات صغيرة كده اهوت لما اتسلق، شايفين ما شاء الله. تمام، هنعمل ايه؟ طبعا انا عايزة اعمله، بصوا تقطعيه كده خليه وردات صغيرة بيبقى حلو قوي. تمام، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنزل عليه بالعصاج بتاعنا عصير الطماطم. عندنا عصير طماطم بس انا مش هاخد طماطم دي، هاخد نصها بس اوكي، عشان محتاجاها في حاجه تانية. معايا طماطمية حلقات مع قرن فلفل كده إيه عايزه احط فلفل كوب حطي، عايزه تحطي فلفل حامي حطي، انا حسب الرغبه، انا بحبه حراق حامي شويه. معانا هنا مع فص ثوم مدقوي يعني معلقه ثوم، وفلفل احمر ورشه من الكمون ورشه فلفل اسود، حبه ملح، كله تمام. والعصاج بتاعي جاهز زي ما انتم عارفين، بخليه جاهز في الثلاجه عندي شويه من العصاج كده اهو. هنحطه برده على القرنبيط الصينيه بتاعتنا. دلوقتي هنعمل ايه؟ هناخد نص الطماطم حالا عشان مطولش عليكم الفيديو، بس كده اهوت. هحط عصير الطماطم كتير قوي يعني. تمام كده. هناخد برده معلقتين من الزيت، معلقتين صغيرين جدا كده اهو. ماشي، مع بقى الحركات والتكات الحلوه. طبعا انا المخللات عندي انا بخللها في الزيت، عندي زيتون عندي ليمون عندي لفت ما شاء الله. خلاص تمام كده اهوت. هنعمل ايه؟ هناخد العصاج بتاعنا نحطه على الخلطه الجميله اللي احنا عملناها دي. خلاص، دي لحمه معصجه يا جماعه، طبعا في قلبها بصل. نقفل الصينيه كده في ثانيه. طبعا ما تروحوش بعيد عن الفيديو الجميل بتاعكم ده النهارده كده الجميل، فيديو خفيف وظريف كده اهوت. يا حركاتك يا جماعه دي، يا جماعه دي رغبيات زي ما بقول، عايزين تحطوا حطوا، مش عايزين هتستغنوا عنه خالص. انا يفضل عندي كمان عود شبت بس للاسف مفيش، ابني تحت لسه بيجيب يعني. ممكن لو جت الصينيه في الفرن هدخلها عود شبت برضه كده من على الوش. شايفين ما شاء الله، تتاكل نيه لوحدها. خلاص هندخلها الفرن يعني مش هتغيب في الفرن نص ساعه بالظبط عشان كل حاجه مستويه. تمام، بالعصاك كده هو تعمليها احلى صينيه قرنبيط في الدنيا. طبعا حاجتنا في بيتنا جاهزه تحت ايدينا، اوام اوام كده وخلصنا. خلاص هدخلها الفرن لمده نص ساعه ونطلع نقدمها معاكم. الصينيه بتاعتنا طلعت من الفرن بكل حركات وتكات جميله كده. واو ما شاء الله جميله جدا جدا جدا. بقى تتعاملي بالعيش، تعملي رز بألف هنا وشفا للي ياكل. ما شاء الله خفيفه وجميله جدا، احلى من المقلي بكتير برضو. بس برضو المقلي ليه مميزاته وده ليه برضو طعم تاني. ماشي، بتعمليه بالعصاج جميل جدا. بصوا جميل، واو حركات وتكات جميله كده. تطلعي كده وتاكلي وتتعاملي ما شاء الله ما شاء الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد من مطبخ علي. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.